مبارك عليك يا صديقي، انت بقيت بطل خارق وانقذت العالم واتجوزت الكراش اللي انت نفسك فيها، وكمان بقى معاك في البنك 50 مليون دولار. لا فوق معايا كده، كل ده حصل في ال 20 دقيقة اللي انت كنت سرحان فيهم في سقف الأوضة وقاعد تفكر تفكر تفكر. مبروك عليك، انت وقعت في فخ أحلام اليقظة. ابن القيم من مئات السنين قال جملة مهمة جدا، ان أحلام اليقظة هي رأس مال المفلسين. تعال اما اقول لك ازاي عقلك الباطن بيغفلك وليه الخيال ممكن يدمر مستقبلك من غير ما تحس. بص يا سيدي، أحلام اليقظة في أصلها شيء طبيعي جدا، بنهرب بيه من الضغط أو بنسلي بيه نفسنا. المشكلة بتبدأ لما بيتحول لادمان يشفط وقتك وطاقتك. عقلك الباطن غبي قوي في حتت معينه، ما بيفرقش بين الحقيقه والخيال. يعني لما تقعد تتخيل ان انت نجحت وبقيت غني والناس قاعده تسقف لك، عقلك الباطن يبدا يديك جرعه من السعاده كده، وان انت بقيت حاسس بالرضا. تيجي بعدها بقى تقوم علشان خاطر ان انت تنجز شغلك او عشان تذاكر او تعمل اي حاجه، تلاقي نفسك فاقد الشغف ومش قادر تعمل اي حاجه، لان عقلك خلاص اخد المكافاه وما عادش مستعد ان هو يبذل طاقه علشان يعمل اي حاجه اصلا. خليك صريح معايا كده ونلعب على المكشوف، وقول لي انت بتعدي بانهي سيناريو من دول. اول حاجه انك بتتخيل انك بقيت غني بقى وشهرة ودنيا وحوارات من دي. تاني حاجة انك بتتخيل بقى العلاقة المثالية بقى مع اللي بتحبها او اللي هتتجوزها يعني، والكلام من ده كله بقى، وفي تفاهم ودنيا وحوارات بقى والكلام من ده يعني. تالت حاجة انك تسترجع مشكلة بقى، مثلا كان في مشكلة وانت معرفتش ترد ساعتها، فتبدأ انك تسترجع بقى الحوار، وان الشخص ده قدامك وانت بتقول له يا ابن كده يعني. رابع حاجة انك بتتخيل ان انت فيها هيحصل مصيبة وازاي ان انت هتتصرف فيها وكلام من ده كله. طب ايه اللي بيشغل خط الانتاج اللي ماشي في دماغك ده كله؟ في حاجات كتير، بس اهمهم واللي انا عايز اقوله لك هو الفراغ والعزلة. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الفراغ هو الأوضة الضلمة اللي احلام اليقظة بتقعد تكبر فيها. وعلشان نقفل حنفية الافكار دي، مش هقول لك بطل تخيل، لكن حاول انك تشغل وقتك بقى من علم وشغل وحفظ قرآن وهكذا. وحدد لنفسك نص ساعة في اليوم تخيل فيها، بس باقي اليوم لازم تشتغل على نفسك. ما تقعدش طول اليوم تتخيل، او لما يكون عندك وقت كتير قاعد تتخيل بقى بالساعه والساعتين والثلاثه وانت قاعد مع نفسك. غلط. وفي حاجه حلوه قوي انت ممكن تعملها، حدد هدفك اللي انت قاعد تتخيله، او انت قاعد بتفكر في ايه بالظبط. شوف الهدف من ده ايه. تاني حاجه انك تحدد العقبه بقى اللي منعاك انك تحقق الحاجه دي على ارض الواقع. تالت حاجه بقى انك تحط خطه ان ازاي تنفذ الحاجه اللي انت نفسك تعملها دي. ما احنا عايزين بقى نحول الخيال ده كله بقى لحاجه حقيقيه في ارض الواقع، علشان خاطر ايه؟ ما نقعدش نتخيل كتير. فمن الاخر، الخيال مش عدو خالص، ولكن الخيال مع عمل دي حرفيا بدايه نجاح كبير جدا. فحاول بقدر الامكان انك تطلع بره دماغك وبره خيالاتك، وانك تبص على ارض الواقع وتشتغل علشان خاطر تحقق اللي نفسك فيه. سلام.